السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. عندكم قشطة في البيت ومش عارفين تعملوا بيها ايه؟ تعالوا النهاردة بأبسط حاجات موجودة عندنا في قلب البيت نطلع شوية زبدة بلدي حلوين جدا وطعمهم وريحتهم في منتهى الجميل. تعالي اقولك، لو عندك شوية قشطة في قلب البيت هنعمل بيها ايه. انا كونت القشطة بتاعة وش اللبن وهي اللي انا بضربها بالمضرب دلوقتي. تمام. عندك بقى قشطه بتاعت كيلو، بتاعت 2 كيلو، حطيها في قلب الفريزر او حتى اكتر من كده وجمعيها، وبعد كده اشتغلي عليها. ضربتها شويه حلوين كده اهو لحد ما ابتدت تفصل من بعضها، وبعد كده حطيتها على البوتاجاز. تقدري تحطيها على البوتاجاز من غير ما تضربيها خالص يا جماعه، بس النار تكون هاديه جدا عليها. وتقدري تضربيها كمان بايديكي بمضرب يدوي في قلب شفشق الخلاط، بس هتاخد معاكي وقت طويل شويه. ولما تحطيها على البوتاجاز خلي النار تكون هاديه عشان تفصل معاكي بالراحه من غير ما تتحرق. بطريقه بسيطه جدا تقدري تعملي زبده فلاحي في قلب البيت تستخدميها لحاجات كتير قوي. لو بتشوفوا الفيديو ده لأول مرة، أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. يسعدني جدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا وصفاتنا الجديدة والمفيدة سوا مع بعض. بصوا، بعد فترة من البوتاجاز ابتدت تعمل ايه من وهي على النار. دي الحاجات دي اللي هي احنا بنقول عليها المرتة اللي بتنزل في قاع الزبدة في الآخر. تمام. هنصفي بقى ده في قلب برطمان حلو كده اهو، ونسيبها لحد اما تتجمد او تهدى. وبعد كده هوريكم الصافي اللي في قلب البرطمان عمل قد ايه. طيب البرطمان ده طلع من تقريبا حوالي 3 كيلو لبن. ما باخدش ما بجيبش اللبن مخصوص عشان اعمل كده يا جماعه، لا. انا القشطه بتقعد عندي بحوشها في قلب علبه في الفريزر او على رف التلاجة تكون مقفوله كويس جدا، وبعد كده ببتدي اعمل فيها اللي انتوا شفتوه ده، وده اللي طلع منها. وصفة النهاردة كانت بسيطة سهلة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ان شاء الله تطلع معاكم حلوة زي ما طلعت معايا. اشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. ده كان شكل الزبدة البلدي من مكون اساسي موجود عندنا في البيت كلنا، انا عملتها النهاردة. طعم وريحة كمان قوام فوق الامتياز. انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو عشان يستاهل، واشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن.